الناس في مصر مظلومة، والناس في مصر ما بتاكلش كويس. انا مش هاكل. والناس في مصر ما بتتعلمش كويس. انا مش عارف اعلم. والناس في مصر ما بتتعالجش كويس. مش عارف اعالج، مش عارف اشغل، مش عارف اسكن. حالة الاكتئاب مثلا تأتي من خلال أوضاع اجتماعية معينة تؤدي وليس إلى بالضرورة وليس بالضرورة الاكتئاب يجي مثلا نتيجة ظروف اقتصادية صعبة، صح؟ اطلاقا. عمر الاكتئاب ما بيجي نتيجه ظروف اقتصاديه صعبه. ليه؟ احنا ما كناش في مؤشر السعاده العالمي. مؤشر السعاده العالمي ده هم ليه دخلونا فيه من 3 سنين لحد النهارده وبناخد مراكز متقدمه؟ لان في مجهودات من الدوله لاسعاد المواطن. لما تلاقي حضرتك، خد بال سيادتك، الكباري اللي اتعملت والطرق دي كلها، ما هي دي سعاده. تقدم به النائب أحمد مهنا عضو مجلس النواب باقتراح إضافة مادة في قانون العقوبات بشأن تجريم جريمة الانتحار. لا مؤاخذة، والله كله هيتحاسب. وقال فيه إن هيتدرج العقوبات، منها مثلا من يفشل في إنهاء حياته ايوه هيتم معاقبته بغرامة مالية. جيب ايه يا فندم؟ شنط الفلوس ويخش يحط الفلوس قدامكم كلكم. امال ايه؟ في أزمة في أسعار السلع. طب هعمل ايه عشان زاد الاسعار؟ خلينا نغير ثقافتنا في الاكل. يعني اذا كانت الحاجه غاليه خلوهم يشربوها. غلي استغني على طول. بلاها لحم، سيبك من الجزارين. يعني لو اللحمه غاليه ناكل فراخ. يعني ممكن اللحمه تستبدلها بفراخ. الفراخ زادت، بلاها يا أخي. اللحمه والفراخ غاليين ناكل سمك. ناكل سمك. والأسماك أفضل بكتير. أسعار السمك غالية، يعني ممكن تستغنى عن السمك. سمك. ممكن تستغنى عن الفول. مفيش حد بيموت لو ما كلش جبن. بص لها كده وامشي. لازم محشي، مش لازم محشي بجد يعني. كله عدس وخضار. شويه عدس كده تفت فيهم. ارتفاع اسعار العدس بنسبه 100%. تستغنى عن كل البروتين، تاخد بيضتين. تخيل العالم لو ما فيهوش بيض كان ممكن يبقى عامل ازاي؟ اللي ما بيقدرش ياكل لحمه يعني بياكل بيض. ده بديل بروتيني. هناكل بيض فيه بروتين. بروتين البيض. الام ممكن تقلب بيضتين 3 لابنها. تشيل منهم الصفار، يبقى بيعملوا لك كل شيء يعني. حب انت وتموت انت في البيض البسطرمه. ارخص، والبيض بالبقدونس كمان، وافيد، والبيض بالبصل، واكثر صحه. وشكشكه دي ولا معرفش اسمها ايه. عارف ان انا مره قيدت واحد صاحبي، اديته سلاح التلميذ وخدت منه واحد بيض بالبسطرمه. اسعار البيض قفزت. عندنا اكتفاء ذاتي في البيض وبنصدر. يبقى ايه؟ يمكن اعزم الولد ولد الولد، فالبيضه تبقى عزيزه كده وسعرها غالي. بيض بالجنيه المصري، ما بتبيضش بالدولار. كرتونه البيض ب 26 جنيه. يا ده يا دقي. كرتونه البيض تعدي ال 50 جنيه. يا نهار زي بعضه. طبق البيض بقى ب 70 جنيه. الا الاشياء دي. بيضه ب 2 جنيه ونص. كرتونه البيض بقت ب 80 جنيه، يعني البيضه اكتر من 2 جنيه ونص. كرتونة البيض الأيام الجاية هتبقى بكام؟ طبق البيض يبقى اوصل 100 جنيه. مش هكلمك عن البيض البلدي لان ده سعر ذهب. سعر البيضه الواحده دلوقتي معدي 3 جنيه. البيضه بقت ب 4 جنيه بس احنا كنا بنجيب البيض من روسيا. زمان كانوا يقولوا لنا لما اللحمه تغلى كلوا بيض. دلوقتي بقى البيض مش متداول بسعر اللي كان بيجي ده. وانا واحد من الناس بحب افطر بيض كل يوم، دلوقتي المدام بتجيب لي فول، فاعمل ايه؟ ان احنا لو نقلل البيض. فاحنا بندعو كل الناس الاستهلاك يبقى خفيف. طب ليه بقى لها بيض؟ البيض غالي بقى، خليه يفرق. هو في بديل للبيض؟ ده البيضه ده البيض ده الواد بياكل بيضتين في اليوم لازم. طب ما ياكل بيضه واحده. احنا مش ناقصين بيض مع المواطنين ان نكف عن الشكوى. يعني انت شايف في ازمه وشايف في حرب بره، برضه هيطلع لي واحد يقول لي حرام، ده في ناس، انا عارف انه في ناس مش لاقيين البيضه والمصحف عارف. هو ايه اللي بيحصل في الساحل لا سمح الله؟ الساحل الشرير والساحل الطيب. الساحل الطيب ده اللي هو ما قبل مراسي. والساحل الشرير الساحل الشمالي. شفنا سكر وشفنا عربده. بتلاقي الراجل المطرب شغال عمال يغني والعيال كله ماسك الازازه وفي حاله سكر باين. حفلات الساحل الشمالي كشفت عوره الجميع. الساحل الشرير. ادي الولاد والبنات في بتاع الحمام الصغير الباث فوم. او النبي خد لي معاك مرافق لو سمحت. السوبر ماركت غالي، كل حاجه غاليه. 1500 جنيه لفول وطعمية في الساحل الشمالي. العنب بقى ب 65 جنيه. لا ده في ناس بتقول لك تذكره روبي ب 35,000. وما اجراك ما روبي. ما اعرفش هي بتغني ولا بتعمل ايه الحقيقه يعني. ليا صديق قال لي انا عملت جمعيه عشان احضر حفله عمرو دياب. محدش يا جماعه يبص انت مالك؟ انا ما بحبش الناس الشكايه البكايه. يا جماعه اللي ما معهوش ما يلزموش. انتوا كده على فكرة بتأذوا بلدنا، هي مش بلدكم على فكرة، بسميها كده. دي بتاعت الأغنياء. وانت فقير لم نفسك، لم عينك. عايز بقى تعمل زيه
ادفع زي يعني ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا. بيوزع الارزاق مش انت. ما عندك طيب ما تتكلم على السخنه. انتوا جايين علشان تتبسطوا او جايين عشان تتمحكوا في الاغنياء وتعملوا فيها اغنياء، خلاص بقى يعني كملوا الدور للاخر يا حبايبي. وانا جاي برضو لقيت الناس كلها راجعه من الساحل الشمالي. الساحل الشمالي بتروح بتبقى حزين قوي، مصاريف هناك عجيبه وغريبه جدا جدا. تروح تشرب كوبايه شاي قد كده شويه ميه وفيها فتله ب 40 جنيه، اللي بيشيش حجر قد مش عارف ايه ب 30 جنيه. اسعار غريبه جدا. حد صاحبي بيحكي لي راح جاب 2 سندوتشات اللي هو همبرجر في حته اسمها مراسي ب 1200 جنيه، قاعد يلطم. فالحقيقه اللي بيروح الساحل الشمالي بيشوف حاجات الحقيقه يعني الدنيا اتغيرت قوي والزمان اتغير قوي والناس اتغيروا قوي، وما مش عارف ما بقيناش نعرف نفرح وما بنعرفش نتبسط وما بنعرفش نبقى عندنا سعاده. كل اللي اقدر اقوله لحضراتكم اصبح الذهاب الى الساحل الشمالي في المواسم هو تأديب واصلاح وتهذيب. كنت في الساحل الشمالي بحضر خطبه الجمعه، عمال الشيخ يتكلم عن زكاه الابل والسوائم والضروع. صعب شويه، صعب يعني قوي قوي، صعب يعني قوي. لان خد بالك ده ينفع مكانه مجالس العلم بالظبط، لكن وانت بتخاطب الشباب وبتخاطب العوام لازم يبقى الكلام مستساغ وسهل ليهم. اطور الفكر الديني، اتكلم عن الموسيقى والتعليم بالموسيقى. احسن، فكره جميله. خلي الناس تحب الموسيقى والفن والارت، ده فكر ديني يقولوا الله. اثرياء القوم، مراكز كبيره في الدوله. هتدخل من هنا زباله، انا اسف، هيطلع من الناحيه الثانيه زباله. احد المطاعم الفايف ستارز في محل برجر قامت الناس تضرب في بعضها. يا ايه في ايه؟ انتوا بتضربوا بعض ليه؟ سبب تافه جدا. ساندويتش برجر. والله قامت الخناقه اللي انتوا شايفينها دول. شوف بقى الضرب بيضربوا بعض ازاي. ضرب، دب وشتيمه، في شتايم، خناقات، وبنات بتصوت وستات بتلضم ومأساة. والله كله مايوهات بقى والناس عريانه او نص عريانه. خناقه بين هشام طلعت مصطفى واسماء ناس ثانيه رجال اعمال ايضا. موضوع هسيندا رد. مطعم فيه اصوات ازعجت المهندس هشام طلعت مصطفى، متأجر لشخص ابن وزير سابق. هذا الخلاف ادى الى الاستقواء بمؤسسات الدوله. الجيش قام بالاشراف على هدم المطعم. لزقوا الموضوع لهشام طلعت مصطفى، وده اللي بيحرك الأجهزة المعنية. روايات عديدة بتستهدف في النهاية هشام طلعت مصطفى. هنا نقطة نظام. في كاره لهشام طلعت مصطفى. يا جماعة أصلا أنا ما روحتش الساحل ولا سند بقالي أسبوع. ليه يا جماعة احنا بنقسو على رجال الأعمال؟ التوحش في المجتمع بقى سمة. في ناس وصلت للسن اللي ما تتحملش فيه الضوضاء والصوت العالي. أنا في مكان آخر مش عندي مشكلة بقى مع مطعم، عندي مشكلة مع الجيران. اللي هو البوم بوم ده اللي بيفرقع الدماغ، واللي مهما خدت له مسكنات مش ممكن. تبقوا انتوا فاهمين الدولة غلط وتبقوا فاهمين هشام طلعت غلط. هذه النوعية من الناس بتبقى طول حياتها عايشة في صراعات وضغوط شغل، فما بيصدقوا الصيف يجي علشان يغيروا مودهم ويغيروا حياتهم. الرئيس هو كان بيتكلم على فكرة الحنية. هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه. لم يجد من يحنو عليه أو يرفق به. يعني ايه حنية؟ معناها استيعاب، معناها احتضان، معناها طبطبة. بالبلدي نطبطب على الناس المحتاجين. هو الحنية طبطبة؟ لا، الحنية مش طبطبة. الحكومة سهرانة الليل عشان مشاكلنا، ما بيناموش عشان احنا ننام. عمرك دخلت اسم لقيته قافل؟ الحنية على المواطن هو ان اقول للمواطن انت غلطان، انت راجل مش جدع. بلد شايفاكوا واحد واحد، موجودين وشايفينهم. موجودين وشايفينهم. المجتمع مقصر في حقهم، المجتمع مقصر في حقهم. الناس تعبانة، الناس في مصر مظلومة، حياة صعبة. حياة صعبة، والناس في مصر ما بتاكلش كويس، الناس شقيانة، والله في ناس ما بتعرف تتعالج، والناس في مصر ما بتتعلمش كويس، والناس في مصر ما بتتعالجش كويس. ادي حقوق الانسان اللي انا اعرفها. احنا حاسين بيكم وحاسين بمشاكلكم بهمومكم. احنا مغموسين احنا من طين هذا الشعب. احداث كتير عصيبه عاشتها مصر الاسبوع اللي فات. اوضاع الحقيقه صعبه ومشاكل وناس بتموت، ومصر بتتصدر حوادث العالم تقريبا. يعني حوادث، قطارات، عمارات بتقع، حرايق، وكله كوارث. الناس مفزوعه. الله 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 الله. هو في ايه يا جماعه؟ ما حدش فاهم حاجه. هو ايه اللي بيحصل؟ ايه حركه؟ في ايه اللي بيحصل في طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. يعني هو في ايه في مصر؟ تحس كده ان احنا واخدين عين، احنا مصر يعني. دي لعنة كبيرة. اللي بيحصل ده بسبب لعنة الفراعنة.
انا فرعون بكلمك، يعني انا دلوقتي فرعوني مش مصري. لعنة الفراعنة هي ورا كل ما يحدث. دي لعبه الفراعنه اللي بتحصل. والله العظيم والله. منين من فراعنه؟ انا من عائله رمسيس الاول. من عائله رمسيس الاول. انت اسمك ايه؟ انا اسمي تحسمس. بتاعت الفراعنة ليه؟ علشان موكب الموميات اللي هيتم نقل 22 موميا من متحف المصري في التحرير الى متحف الحضاره في الفسطاط. يقول لك انتوا ازعجتوا المومياوات كانوا نايمين فوق ال100 سنه في هذا المتحف. يبقى في لعنه للفراعنه ان احنا بنزعج الملوك دول، فهم بيعملوا كل هذه الحوادث. حاجه كده من اللي هو ما احناش ناقصين. الفراعنه ده حضرتك احنا دلوقتي بنتنقل من مكان لمكان بكل سهوله، يعني احنا بنتنقل من غير ما نركب ميكروباص. ازاي بقى؟ بالفرعوني بنعمل كام حركه كده، يعني بنعمل كام حركه بنتقلب في الفرعوني، بنتنقل من مكان لمكان. انت النهارده قادر انك انت تطلع وتتكلم وتقول له ناقصنا فيس ماسك. حريه الراي في مصر ارتفعت سيكه قد كده اهو. الله عليك يا بلد. بقالنا شهرين، ربنا يستر ونكمل يعني. امك ورحمه المكسيكي وناقصنا مش عارف مين، والصيدليه ما فيهاش كذا، واصل الرز مش عارف ايه. تخيلوا ان انت وصلتوا الى مرحله رفاهيه التعليق على كل ما هو حول. احنا بنقول نكت، ايه علاقه اللي انت بتقوله باللي بيحصل؟ قالنا وقلنا يا اهل مصر، يا متخذ القرار، يا اللي ماسكين البلد، هل عاوزيننا نناقش ونتكلم ونختلف ونتفق في وسائل الاعلام ولا لا؟ 100% ايه؟ الحقيقه الاجابه جاءت لا.